وده حالنا كل يوم الصبح، لازم نبص على طشورنا قبل ما نعمل اي حاجة. انا ولادي كاتبين الاكل اهو، ومفيش اكل عندهم والمية خلصت. هنحط لهم اكل ومية النهاردة. بصوا المكان يعتبر نضيف، مفيش اي مشكلة النهاردة، يبقى هنحط لهم الاكل والمية ونبص عليهم. طبعا التربية ديت طبعا احنا مش حاطينها في دماغنا، ولا بقالها قد ايه ولا كام يوم. احنا ناسيين اصلا ان هي ايه بقالها كام يوم، لان احنا جايبينها قبل العيد. يعني ممكن يكون من 1/6 جايبينهم، فممكن يكون النهارده عندهم 25 يوم. فالنهارده يعتبر الوزن كويس من غير اي خلطات اهو، من غير اي فتح شهية، من غير اي حاجة. اهو ده التمرين بتاعنا اهو، شايفينه ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا الابيض اكبر من في الوزن، اكبر من الساسو في الوزن، لكن مش في العمر. العمر هما الاتنين جايين مع بعض اهو. طبعا هتبقى الناس تقولي مثلا ايه ما تحطي علافة تانية عشان دول مش مكفياهم. لا، ده لو حطيت 2 بياكلوا واحدة وبرضه مرضوش يروحوا على التانية، فلازم ان هم يخلصوا واحدة يفضلوا قاعدين جنبها لحد ما نملوها. لكن احط لهم 2 دي استحالة ان هم ياكلوهم ويخلصوهم. فهم لما ياكلوا يخلصوا حبة تانيين ويجوا ياكلوا تاني عادي.